لو قلت لك ان سعر العربية دي في بولندا بحوالي 35 ألف جنيه مصري هتقول رخيصة صح؟ طب لو قلت لك ان كيس الشيبسي دي في بولندا بحوالي 55 جنيه مصري هتقول غالي صح؟ من الآخر عشان تعرف الأسعار في أي بلد لازم تعرف الأسعار كلها وتعرف متوسط دخل الفرد. مبدئيا عملة بولندا هي الزلوتي وسعر الساعة عمل من 20 ل 25 زلوتي وده ليدل ماركت، وهندخل ناخد فكرة على الأسعار سوا. وبما ان احنا جايين ناكل عيش أول حاجة هنشتريها هي العيش ب4.5 زلوتي. هنقطع المقاس اللي احنا عايزينه وبعد كده نشوف هنشتري ايه تاني. وفي أوروبا عموما الفواكه كلها حلوة إلا المانجا، ملهاش لا طعم ولا لون ولا ريحة. هنشتري واحدة كيوي جولد ب2 زلوت، وادي فرخة ب11 وفي ب15. احنا هنجيب من اللي ب11 كيلو وحاجة عاملة تقريبا 16. ودي رنجة ال100 جرام عاملين 4.5. ودي مية 5 لتر ب2 زلوتي. الخضار طبعا الأسعار متوسط 5 و6 و7، بس في حاجات أغلى بيكون فلفل ألوان مثلا ب11 وب12. ودي بوكيه 3 بصلات بحوالي 3 زلوتي. ودي بيتزا من 8 لحوالي 15. اسعار مختلفة واحجام مختلفة بس مشتريتش منها عشان ما فيهاش حاجة حلال. بالنسبة لأسعار السكن، الشقة تقريبا ب1000 ونص في الشهر، ولو طالب ممكن يقعد ب500 600 في سكن مشترك. وخليني أقول لك شوية حاجات عن أوروبا بتتقال بطريقة معينة وراها غرض معين بتوصل لك صورة عكسية. لو أنا قلت لك إن في عنصر في الطبيعة في صورته الغازية بيسبب حروق من الدرجة الأولى، وفي صورته السائلة لو اتناولته بكميات يسبب إعياء وممكن يسبب وفاة، وبعدين سألتك العنصر ده نستخدمه ولا نمنع استخدامه، هتقول نمنع استخدامه طبعا. وطبعا العنصر ده اسمه H2O وهو المية. اللي أنا قلته لك ده حقيقة مش كده، المية في صورتها الغازية يعني لو بخار ممكن تسبب حروق من الدرجة الأولى، والمية في صورتها السائلة العادية لو اتناولناها بكميات كبيرة ممكن تتسبب في إعياء وممكن تسبب للوفاة. فأنا قلت لك حقيقة بس قلتها بطريقة معينة وصلت لك صورة معاكسة. كذلك لما حد يكلمك عن العنصرية في أوروبا، العنصرية موجودة في كل مكان مش بس في أوروبا، ولكن العنصرية في أوروبا موجودة أكتر ما هي موجودة في بلاد العرب. وجهة نظر الشخصية لأ. فمثلا واحد حرامي اتمسك في اوروبا بيسرق، واول ما مسكوه قالوا انتوا العرب حراميه. طبعا هو مش هيقول لك انه حرامي بس هيقول لك صنفوه تصنيف عنصري. واحد تاني ما بيفهمش لغه البلد فواحد قال له صباح الخير وهو قافل وشه واعتبرها عنصري. وعشان كده اهم نقطه تخلي بالك منها لو هتيجي اوروبا تتعلم لغه البلد اللي هتيجيها وتيجي بورق رسمي. وفكره برضو ان اوروبا فيها دول غنيه ودول فقيره، الكلام ده مش منطقي بالمنطق اللي انت فاهمه. لان ببساطه لو في دوله عاليه قوي ودوله فقيره قوي، اهل الدوله الفقيره قوي هيروحوا يعيشوا في الدوله الغاليه قوي، خصوصا ان مش في بينهم حدود. لكن كل الفكره ان ممكن دوله الدخل فيها بسيط بس السكن فيها رخيص، الحياه فيها رخيصه، الضرايب فيها رخيصه. ودولة تانية الدخل فيها عالي بس هتلاقي فيها الضرايب عالية وتكلفة السكن فيها عالية وتكلفة الأكل والشرب فيها غالية. لكن لو هتحسبها بعملة بلدك وبتحوش عشان تروح تصرف في بلدك فأنت هنا بتدور على العملة اللي هي أغلب عملة بلدك. طب إيه رأيك لما نزلت الفيديو اللي بقول فيه الحياة في أوروبا حلوة ومش وحشة زي ما ناس كتير بتقول لكم، في واحد دخل شتمني وزي ما انتم شايفين الكومنت كده الحاج محمد بيقول لي خربت أوروبا من ساعة ما الجائين أتوا عار على القدمة المصريين. فرديت عليه وقلت له يا حاج محمد انت ما بتعرفش تقرا ولا تكتب، عيب عليك اكبر للناس. قال لي انا بقرا واكتب جميع لغات العالم بس ما بعرفش اقرا واكتب عربي. طبعا فكره انك اتعلمت جميع لغات العالم ومش عارف تقرا وتكتب عربي يا حاج محمد دي فكره ما تاكلش معايا. الكلمتين دول تقولهم لجرايبك في البلد وانت متقمص شخصيه الحاج محمد زرات، وانت ضارب القميص التومي هيلفا اللي نص احمر ونص ابيض وماسك علبتين سجاير ومفتاح العربيه وبتخوفهم من اوروبا عشان ما حدش يسافر ويشوفك عويل ازاي في اوروبا، وتحكي لهم قد ايه الغربه صعبه بس انت بطل العالم في الغربه وانت الوحيد اللي عملت فلوس وخلاص من بعدك الدنيا قفلت. المهم الحاج محمد بيقول لي يا فلاح انتوا رحتوا بحر واحنا رحنا طيران. حاج محمد انا جاي شرعي، انت حتى لما جيت طيران من 40 سنه زي ما انت بتقول برضه كان هجره غير شرعيه. وطبعا اعظم انجاز للحاج محمد بوش كالح ولسان مالح ان هو يجي اوروبا في طياره، فتخيل ان محدش ركب طيارات في العالم اللي هو، مع انك ايام ما جيت طيران برضه كانت هجره غير شرعيه. ورغم ان احنا ما بنشجعش حد يمشي بحر لان ده طريق الموت، بس اللي يجي بحر اشرف منك 1000 مره. لانك انت ايام ما جيت يا حاج محمد كان السفر ب 3000 جنيه، فانت جيت اوروبا قلت لهم ايه بقى عشان تاخد ورق؟ يا اما قلت لهم انك عجله، يا اما قلت لهم انك مش لاقي تاكل في بلدك وادوك لجوء انساني. لا والحاج محمد زود المبلغ طين وبيتعنصر وبيقول لك انت فلاح. طب انا فلاح وبقرا واكتب يا حاج محمد، على الاقل البلد اللي انا دخلتها بعرف اتكلم لغتها. لكن انت اللي زيك عايش في المانيا 40 سنه عويل لا اتعلم لغه ولا بعرف يقرا ويكتب عربي حتى، واللي زيك بيفضل ياخد مساعدات من الدوله وبيزعل لما الدوله تقطع المساعدات عشان هو عويل لا عايز يشتغل ولا عايز يدفع ضرايب. وانا بتحداك لو انت ذكر صور بيتك في اوروبا وبيتك في البلد وانا هعمل زيك، او اطلع معايا لايف وجميع لغات العالم اللي انت بتدعي انك بتتكلمهم دول هسالك في كلمه واحده ان كتبتها بحروفها كامله اقسم بالله ما اعمل فيديوهات مدى الحياه. الحاج محمد هسيبلكوا صورته في الكومنتات، حاجه الله اكبر عليه كميه جلخ، ومش بتنمر على لونه لا على الجلخ. انا لو 40 سنه في اوروبا زي ما انت بتقول هيبقى شكل كده ده ندفن روحي بالحي. ويلي اكبر انجاز في حياتك انك سافرت اوروبا من 40 سنه في طياره، احب اقول لك ان اللي سافر في ايامك من الشرقيه الدكتور مجدي يعقوب ابن بلبيس. شوف هو فين وانت فين يا حاج محمد.
بس انا مقدر قد انت ممكن تكون محروق من الفلاحين يا حاج محمد، لان الفلاحين في الغربه وجعال دماغهم شغاله. فانت مثلا تبقى مرمي في الغربه بقالك 5 سنين، لا عارف تعمل ورق ولا عارف تتعلم لغه، فيجي عليك في الغربه شاب من الفلاحين مكافح دماغه شغاله، يتعلم لغه ويعمل ورق وياخد جنسيه ويفتح مطعم ويشغل اللي زيك فيه، فانت تغل منه. وانا عاده ما بردش على زي الحاج محمد كده، بس انا جبت لكم عينه من الناس اللي بيقولوا اوروبا وحشه، بوريكم دوافعهم ليه بيقولوا اوروبا وحشه، وليه فعلا هم عايشين وتعبانين في اوروبا. لان المبدا في اوروبا اتعب في الشغل ترتاح في الحياه. اللي بيشتكي من اوروبا ويلعنها ده واحد لا عايز يشتغل ولا عايز يقضي مصلحه، قاعد على المساعده مش فاهم لغه البلد، اي كلمه تتقال له يقول لك عنصريه.